مع أن المسلمين فتحوا أكبر منطقة أهل التوراة وأشدها حراسة، واللي هي منطقة خيبر، ما انتهت معركة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل التوراة. فكان حول خيبر 3 مناطق تشكل خطر على المسلمين، كانت تشكل خطر كبير جدا، خاصة بعد ما فتحوا منطقة خيبر. بس قبل ما نعرف ايش هي هذه المناطق لازم نرجع ورا لخروج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة خيبر. في يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة خيبر، كان في مناطق حول خيبر تعتبر فروع من خيبر، أو أنها مناطق تعتبر داعمة لخيبر. والمناطق هذه منطقة الفدك ووادي القرى وتيماء، وكانت مسوية نصف دائرة حول خيبر. فخيبر كانت في النص، والفدك بالمشرق، ووادي القرى بالغرب، وتيماء في الشمال. وهذه المناطق كلها سكانها كانوا من أهل التوراة على نفس دين أهل خيبر، يعني كانوا مع أهل خيبر قلبا وقالبا، وكانوا يشكلون خطر على المسلمين بشكل واضح، يعني خاصة أن المسلمين خارجين لغزو خيبر، واللي تعتبر قلب هذه المناطق. أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر أرسل صحابي من الصحابة، أرسله لمنطقة الفدك شرق منطقة خيبر. كان اسم هذا الصحابي محيصة بن مسعود رضي الله عنه، وكان من الأنصار. أرسله لوحده، وهذيك المنطقة كانوا مدججين بالأسلحة، يعني منطقة خطيرة، وكان رايح هو لوحده. بس ما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على شكل رسول يدعوهم للإسلام. وأي شخص يحمل رسالة لمنطقة لا يقتل أبدا، كان عندهم هذا النظام مشهور، أي مرسول برسالة لا يقتل أبدا. فأول ما وصل محيصة رضي الله عنه لمنطقة الفدك بدأ يدعوهم للإسلام، بدأ يدعوهم للإسلام ويعلمهم عن رسالة محمد، وليش هم جالسين يغزون خيبر في الأصل. بس للأسف إن ما في أي أحد استجاب له أبدا. فكان اللي سواه النبي صلى الله عليه وسلم حدث كبير جدا، وبقية قبائل العرب ينتظرون هذه النتيجة. إيش اللي راح يصير بالضبط؟ محمد يغزو خيبر، واللي تعتبر أقوى منطقة في جزيرة العرب كاملة، يعني كان في عقول العرب كاملين أن اللي قاعد يسويه محمد انتحار. فكان الجميع ينتظر النتيجة، وش اللي راح يصير. حتى ان بعض قبائل العرب تحمست وقامت اخذت السيوف وخرجت للقتال مع خيبر ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قلوبهم بغت تنخلع يوم وصلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج لهم بجيش ضخم جدا من المدينة. المهم انه مو هذا موضوعنا، واذا تبغى تعرف تفاصيل غزوة خيبر ارجع لها، ذكرناها قبل كذا. مرت الايام وفتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين خيبر، وانصدموا قبائل العرب من اللي حصل صدمة قوية جدا. إيش هذا؟ 1400 رجل من أصحاب محمد يفتحون خيبر كاملة بحصونها ومقاتلينها اللي بداخل هذه الحصون. خيبر هذه مقاتلينها كانوا مشهورين جدا، إلى درجة أن أسمائهم معروفة من الشام إلى اليمن. 1400 رجل من أصحاب محمد يفتحون هذه المنطقة، يا ساتر. ومن هذه القبائل المناطق اللي حول خيبر، واللي هي وادي القرى ومنطقة الفدك وتيماء، كانوا معتمدين اعتماد كبير على خيبر، إلى درجة أنهم ما طلعوا يناصرون أخوانهم في خيبر. هذه من شدة ثقتهم في خيبر. في يوم فتح الله سبحانه وتعالى خيبر دب في قلوبهم الخوف الشديد، لأن عرفوا بأنهم تبع لخيبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم راح يمر عليهم واحد واحد، منطقة النبي صلى الله عليه وسلم راح يطوف عليه. فكان محيص رضي الله عنه في منطقة الفدك يدعوهم للإسلام، وجيههم بدون ملامح يمسمعوا خبر بأن خيبر فتحت. هذا يقول لهم أسلموا والإسلام حق، وهم وجيههم لا تملك ملامح أبدا من الخوف. عرفوا منطقة الفدك بأن الدور عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم جايهم. محيص رضي الله عنه استمر في الدعوة، ومحيص رضي الله عنه يعلمهم عن دين الله سبحانه وتعالى. انصدم بكلامهم هذا، قال لولا يا محيص ما احنا داخلين دين محمد، انتهى. ولكن في غير الدخول في دين محمد من خيار، يعني في خيار ثاني غير ان ندخل في دينه. قال لهم محيص السيف، قالوا له يا محيص خيبر كاملة فتح، هل ترانا مثل خيبر حصانة؟ ما لنا وما للقتال الآن. قالوا له يا محيص هل من خيار آخر؟ محمد الآن لا نطيق، ما لنا في مواجهة رجال محمد من طاقة. فمحيص كان يعرف إيش اللي حصل في خيبر، وكيف أن خيبر استسلمت بالصلح
الصلح في الأخير، فقال لهم عن صلح خيبر وكيف بأن تم الصلح بأنهم سلموا الأراضي على ألا يقتلوا وتسبى النساء وتؤخذ الأراضي، وأنهم يشتغلون في أراضيهم ويعطون المسلمين هذه الثمار اللي يجنونها من هذه الأراضي. قالوا إيه وحنا زي خيبر، نبغى زي ما صار في خيبر يصير عندنا، لا نخرج من ديارنا ولكم ثمار أراضينا، بس أهم شيء لا تقتلونا وخذوا النساء. إيه نعم نشتغل في أراضينا ولكم الثمار. فمباشرة محيص رضي الله عنه أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم رسالة بأمر منطقة الفدك، وكيف أنهم دخلوا في صلح خيبر وأن أمرهم يصير زي ما صار في خيبر. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما انتهت معارك هنا، كان باقي له منطقتين لابد أنه يمر عليها، اللي هي وادي القرى بعدين تيمار. هذه المنطقتين لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه، ولا بد أنهم يخضعون مع خيبر، لأن هذه المنطقتين تعتبر امتداد لخيبر. والصحابة رضي الله عنهم فرحانين بالنصر، وكيف أن الله سبحانه وتعالى فتح خيبر. توجه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لمنطقة وادي القرى، واللي كان ما يعرفون بأن وادي القرى هذا ما هي منطقة عادية، ولا كانت ردة فعلهم زي منطقة الفدك، كانت ردة فعلهم مختلفة تماما. أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لهذه المنطقة، نزلوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في منطقة وادي القرى، وكانت نية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إنهم يبدون يدعونهم للإسلام بشكل سلبي، بس كانت المنطقة هادية بزيادة، أسواقها هادية والناس اللي فيها يترقبون، كأن في شيء غريب. فالصحابة كانوا مو مرتاحين من الشيء اللي قاعد يصير. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا وخيموا هنا، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم خادم اسمه مدعم، وكان هذا الخادم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في أمور السفر، نصب الخيام، شيل الأغراض وربط الراحلة، يعني خادم للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان مدعم هذا يربط راحلة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلوا وخيموا، وكان الجو هادي بزيادة والوضع كان مريب شويتين. فكان هذا الغلام يربط الراحلة ويناظر يمين ويسار، فجأة إلا بسهم يخترق جسم مدعم ويطيح مدعم على الأرض وهو يصارخ من الألم. ففزعوا الصحابة وقام كل واحد يركض ويأخذ سيفه ويخرج. ما كانوا يعرفون ايش اللي حصل إلا بخادم النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض يلفظ آخر أنفاسه. هنا عرفوا الصحابة بأن وادي القرى ما يبغون السلم، يبغون القتال، وأن أمرهم مو زي أمر منطقة الفدك. فشلوا الصحابة رضي الله عنهم سيوفهم ونبالهم وتجهز، كل واحد مع سيفه ويناظر يمين ويسار، ما يدرون من وين جاي السهم، المهم من السعد، ويناظرون إلا بجيوش كاملة تخرج أمام عيون الصحابة، جيوش تقشعر الجسد. تناظر الصحابة وبدأوا يكبرون، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وبيده سيفه، ويشحن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ويصفهم صفوف ويشحن معنوياتهم للقتال. خلاص بس الصحابة دوبهم خارجين من غزوة خيبر والآن يصفون للقتال، بس أنهم كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحوش لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى. فصفوا صفوفهم وبدأوا يكبرون، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوجههم ويأخذ الرايات ويوزعها، وكان لجيش النبي صلى الله عليه وسلم 3 رايات. صار شكل الصحابة مهيب، وشافوا مقاتلين وادي القرى كيف ان الصحابة رضي الله عنهم جاهزين للقتال، وهم يناظرون في الصحابة رضي الله عنهم. فجأة إلا بمنادي من بين صفوف الصحابة يدعوهم للإسلام: أسلموا تحفظوا عليكم أموالكم وتحقنوا دماءكم وحسابكم على الله. فناظروا في بعض فردوا عليهم: أبينا لا نخلف عهد موسى والتوراة ولكم السيف. إلا برجل يخرج من صفوف وادي القرى، رجل قوي شديد. فعرف الصحابة وضعهم وأنهم يبغون العيار، يبغون السيف. خرج الزبير رضي الله عنه، وفي وجه الزبير كأنه يقول: تبغون إثبات أنكم ما بتقدرون؟ أنا أوريكم الإثبات. مرة ما تعب ثواني بسيطة إلا وهم يشلون جثة هذا الرجل ويرجعون جثته بين صفوفهم، والزبير نافخ صدره راجع بين صفوف المسلمين، وينادي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بعدها ويدعوهم بعدها للإسلام، ويرفضون ويخرج رجل من بينهم مرة ثانية. طلع على علي رضي الله عنه 5 ثواني بالضبط وهم يركضون يشلون جثته ويرجعونها بين صفوفه، وعلي رضي الله عنه يرجع لصفوف المسلمين نافخ صدره، وينادي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه للمرة الثالثة ويدعوهم للإسلام، فيرفضون ويطلعون رجل من أقواهم، رجل شديد. تخرج الصحابة رضي الله عنهم أبو دجانة، أربط عصابة الموت الحمراء، ويتبارزون مبارزة
مبارزة شديدة، بس ما هي إلا ثواني إلا أبو دجانة راجع لصفوف المسلمين وهذولاك يشلوا جثة هذا الرجل. المهم إنهم طلعوا 10 رجال من صفوفهم كلهم قتلوا، والصحابة ولا واحد منهم جاش، وجلسوا 4 أيام على هذا الحال. كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم للإسلام وهم يخرجون رجل، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم صار يدعوهم بعد كل صلاة وبعد كل مبارزة. المهم أن وادي القرى فكروا بفكرة كده وقالوا يلا نلعبها لعبة النفس الطويل، يعني النفس الطويل نجلس كده نبارزهم حتى يتعبون أو يملون ويتركونها، خلونا نصمل يعني شو رايكم؟ لكن الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم عندهم رسالة. جلسوا على هذا الحال 4 أيام وهم يحاولون يلعبون على النفس الطويل، إلين في الأخير وضعوا أسلحتهم ورفعوا أيديهم وقالوا نستسلم، ودخلوا في نفس الصلح اللي دخل فيه أهل خيبر. المسلمين لا يقتلونهم ويسبون النساء ويأخذون الأراضي. كان عندهم خيار قبل كذا أنهم يدفعون الجزية فقط ولهم أراضيهم ونسائهم بس الهياط وما يفعل، أو أنهم يختصرون على أنفسهم ويدخلون في الدين، لكن الكبر وما يفعل. المهم أن قتل من وادي القرى كثير، وما قتل من المسلمين إلا خادم النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا الصحابة يحسدون على الشهادة، كانوا يقولون بينهم حظ بالشهادة، نال الشهادة بسهم من أهل التوراة، يا سلام، وإنه استشهد غدرا، وإن حظه بالأجر وحظه بالمكانة عند الله سبحانه وتعالى. لكن كان ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم صادمة جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم سمعهم كلا والذي نفسي بيده أن الشملة أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لا تشتعل عليه نارا. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة بأن هذا الخادم أخذ من المغانم ما ليس له، أخذ شيء ما كان من قسمته أبدا، يعني أخذ حق غيره. انصدم الصحابة، يعني لهذه الدرجة هذا قتل شهيد بس بأن سرق من المغانم كانت عليه نارا. انتبهوا يا جماعة الخير، الأمر خطير جدا. هذا الخادم كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف يعني ايش يخدمه؟ وفوق ذا كله قتل شهيد، بس الله سبحانه وتعالى ما أعطاه أجر الشهادة ولا منزلة الشهداء بسبب شيء سرقه، شيء فقط أخذه بغير حق. هو كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم بل قتل وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وما أخذ أجر الشهادة أبدا ولا منزلة الشهداء بسبب شيء سرقه. فأخذ أموال المسلمين بغير حق أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، إلى درجة إن إذا مت أنت شهيد لا تنال أجر الشهادة ولا منزلة الشهداء. فرجع حقوق الناس لأهلها دامك تشم الهواء على وجه الأرض. المهم أن هذا الصبي قتل وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يعذب بالنار في قبره. مشوا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم متوجهين للمنطقة الثانية أو المنطقة الثالثة بالأصح، واللي هي منطقة تيماء، واللي كان فيها برضو من أهل التوراة. في يوم وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وبالجيوش هذولا كلهم، لقيوا أهل تيماء مسلمين أنفسهم بعد ما عرفوا إيش اللي صار في خيبر ووادي القرى ومنطقة الفدق، وصالحوا المسلمين على الجزية على أنهم يبقون في ديارهم ولهم أراضيهم وأموالهم. يعني باختصار كانوا أذكى من غيرهم، بس لا زالوا أغبياء لأنهم ما دخلوا في الإسلام، مع أن هذا الشيء مذكور حتى في التوراة. صاروا يدفعون الجزية للمسلمين على أنهم يحمونهم وأنهم يبقون على دين. خلاص بكذا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة توجهوا للمدينة وجهتهم الأخيرة بعد شهر كامل من القتال والجهاد في سبيل الله. كانوا مشتاقين للمدينة، مشتاقين لبيوتهم، مشتاقين لمزارعهم، مشتاقين لأهاليهم. شهر كامل من القتال والجهد هذا كامل في نصرة الدين والدعوة للإسلام. أخيرا راجعين لديارهم بيأكلون ويشربون ويجلسون يصلون في المسجد النبوي، يرجعون للروتين القديم. كانوا جيوش المسلمين يمشون والسبايا خلفهم مثل الخط من كثرهم، والإبل مليانة بالأموال والغنائم، يعني فرحانين بيرجعون بالنصر وبالأموال وبهذا الخير كله إلى المدينة. فكان كل ما نزلوا بوادي كبروا
أكبر الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وكانوا يرفعون أصواتهم إلى درجة أن أصواتهم انبحت من شدة صراخهم، وكل مرة يزيد صراخهم حتى إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أربعوا على أنفسكم، يعني أرفقوا ولا تجهدوا أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. المهم أنهم جلسوا يمشون من وادي إلى مرتفع، من وادي إلى مرتفع إليه شافوا من بعد جبل أحد. يا الله، جبل أحد يشوفونه من بعد، غائبين عنه شهر كامل. الصحابة جميعا لا شعوريا ابتسموا يوم شافوا جبل أحد وفرحوا فرح شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجبل يحبنا ونحبه. يا الله يا رجل، أنا أحس بشعورهم. أنا جالس أصور الساعة 1:30 تقريبا وأحس أني نعست من قوة الراحة النفسية اللي جالس أحسها له. أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. فدخلوا الصحابة رضي الله عنهم المدينة وكل واحد رجع لأهله، كانوا فرحانين وكل واحد أخذ مغانمه ورجع بها لأهله مستبشرين. بس اللي كان في الخفاء إن حقد أهل خيبر ما وقف. كيف محمد يهدم خيبر كاملة؟ عقود طويلة وجزيرة العرب كاملة تهاب خيبر، العرب كلهم ما تجرؤوا يدخلون خيبر، تطيح على يد 1400 رجل كانوا حاقدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم موكل عليهم صحابي، كل ما جاء وقت الحصاد يروح هذا الصحابي يجمع الثمار ويعطيهم رواتبهم من الثمار ويرجع بالثمار للمدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في فترة موكل عبد الله بن رواحة أنه يجمع هذه الثمار، وكان عبد الله بن رواحة شديد على الحق. كانوا يحاولون أهل خيبر إنه يرشوه يعطيهم شويتين زيادة من الثمار، وكانوا يرسلون بشكل مستمر شكاوي على عبد الله بن رواحة عند النبي صلى الله عليه وسلم إنه كيف إنه شديد وإنه دائما يجمع بالحبة وما ينقص ولا يزود. ففي يوم من الأيام اجتمعوا وراحوا عند عبد الله بن رواحة وهو يجمع، وحاولوا بشتى الوسائل إنه يرشوه إنه يعطيهم شويتين من الثمار. فقال عبد الله بن رواحة يا أعداء الله أتطعموني السحت؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إليكم وحبي إياه على ألا أعدل. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، أن بالعدل قامت السماوات والأرض. يعني يعرفون هذا كله، بل واثقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي، ولكن سبحان الله ما أبعدهم عن الخير. مستفزين. المهم أن حقدهم ما خلصين ومحاولاتهم ما خلصتين أبدا. فكان في من السبايا امرأة اسمها زينب بنت الحارث، وزينب هذه هي أخت مرحب. مرحب بطل مجرب، هو هذا اللي شق علي بن أبي طالب راسه نصفين. المهم أنها لا زالت على دينها، وكانت عاقدة حقد شديد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اللي صار لأهلها في خيبر. فقررت في يوم من الأيام أنها تهدي شاة مصلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ومصلية يعني مشوية ومحمرة على الحجر، يعني مضبي على كيفك. بس هذه الشاة ما كانت مضبي عادي. قررت زينب هذه إنها تسمم هذه الشاة، مو بأي سم برد، سم شديد السمية. وبدت بشكل سري تسأل عن أي جزء يحب يأكله النبي صلى الله عليه وسلم من الذبيحة. وبعد فترة من السؤال عرفت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع، وهنا راحت وأخذت السم هذا وحطتها في الشاه في جميع الجسد، كثرت على الذراع عشان تقتل النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، يعني زودت الجرعة في الذراع. خلاص الخطة كذا تمام. شلت هذا الصحن على راسها وتوجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصلت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، قابلها اثنين من الصحابة فقالت هذه الشاه المشوية أبغى أهديها للنبي صلى الله عليه وسلم. يوم شافوها الصحابة سمحوا لها بأنها تعطي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا ويرفض الصدقات، حرام عليه الصدقات، لكنه يقبل الهدية. قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، وتجمع الصحابة يأكلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من الصحابة بشر ابن البراء. كل الصحابة ما كانوا يدرون بأن هذه الشاة مسمومة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذراع، وقرب النبي صلى الله عليه وسلم الذراع من فمه، إلا ببشر بن البراء يأخذ عظمة فيها لحمة ويأكل هذه اللحمة قبل أكل النبي
صلى الله عليه وسلم للذراع. أكل اللقمة ومس صاغها، أكلها بس مس صاغها، يفكر إن الطبخ مو بحلو، لكنه بلعها عشان ما ينكد على النبي صلى الله عليه وسلم أكله. يوم جاء يأكل النبي صلى الله عليه وسلم أكل قطعة من اللحم بس ما بلعها، كان يمضغها في فمه. ففجأة وقف النبي صلى الله عليه وسلم عن المضغ وقال لباقي الصحابة ارفعوا أيديكم، فإن هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة. ذراع اللي في يد النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسموم. فوقفوا الصحابة، وما أكل من السم إلا بشر بن البراء. أما النبي صلى الله عليه وسلم أخرج هذيك اللقمة من فمه. بشر بن البراء فقط هو اللي ابتلع لقمته فسقط على الأرض. وهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بزينب، وقال لها ما حملك على الذي صنعت، يعني ليش سممت الشاه؟ هنا تملكها الخوف والاستغراب، كيف عرف وكيف هو سليم واقف قدامها. حاولت تدور تصريفه إلين قالت إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعته، إذا أنت نبي ما بيضرك، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. وهي كذابة حاقدة ومعروفين بقتلهم للأنبياء، وإن كلامها كله كذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قتلها. وبشر بن البراء سقط على الفراش مريض، وكان يجد أثر السم قوي عليه، فجلست حالته تسوء حتى استشهد بسبب هذا السم. مات بشر بن البراء. وهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بزينب فقتلها بقتلها لبشر بن البراء، يعني النفس بالنفس. شوف عدل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها حاولت اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. بس ما انتهت الأحداث مع أهل التوراة. تتذكرون محيصة بن مسعود اللي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لمنطقة الفدك؟ كان عند محيصة ولد صغير، ولد محيصة بن مسعود، لقيوه الصحابة مقتول عند باب من أبواب خيبر، واللي بنحكيها بإذن الله في الحلقات الجاية من هذه السلسلة، سلسلة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إلين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم. أتمنى أن القصة نالت على إعجابك، وعشان ما يفوتك جديد هذه السلسلة، وإذا تبغى تتابع الحلقات الماضية من هذه السلسلة، جعلت كل مقاطع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قائمة تشغيل خاصة بتلقاها في القناة، وبرضو بحط رابط قائمة التشغيل تحت في صندوق الوصف مع باقي السلاسل اللي موجودة في القناة، بتلقاها كلها في صندوق الوصف. إلين هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير، توحشوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.